مرحبا بكم، معايا شيوات رمزية. اليوم غنعمل معكم الخبز الدار بالدقيق الأبيض ودقيق القمح الكامل. هاد المرة غنعملو مخبيزات صغارين. بقاو معايا تشوفو المقادير وطريقة التحضير ديالو. عندي هنايا 2 كيسان من الدقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو، وعندي 4 كيسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات. الدقيق الأبيض الرطب، هو كاين الرطب وكاين الحرش، أنا عملت اللي رطب. كنضيف عليهم معلقة كبيرة كما كتشوفوا ناقصة باش يعمرها من الخميرة، حبيبات خميرة الخبز، لأن الجو سخون، وإذا كان الجو بارد كنعمل معلقة كبيرة عامرة. كنضيف معلقة كبيرة إلا ربع من السكر حبيبات، وكنضيف نصف معلقة كبيرة من الملح، وكنضيف 3 المعالق كبارين من زيت مائدة، حبيتو تعوضوه بزيت الزيتون. وكنعجن بالماء، دابا الجو سخون غير الماء د الصنبور. كنضيف الكاس الأول وكنجمع، من بعد كنبدا نضيف الكاس الثاني. كنجمع العجينة بالماء حتى كنتحصل على العجينة هذا القوام ديالها. بعد كنبدا نضيف لها الماء شوية بشوية وأنا كنعجنها حتى كتخفف. كنعجنها بهاد الطريقة هادي وأنا كنبدا نضيف الماء، كندلكها بهاد الطريقة هادي. كنبدا نضيف الماء حتى كنكمل الكاس الثاني. هاد الكمية د الدقيق عجنتها ب2 كيسان عامرين د الماء. صافي كنبقى ندلكها هيدا حتى كنتحصل على العجينة تكون لينة كتلتصق، هذا هو القوام ديالها. كيفما كتشوفوا العجينة كتلتصق. صافي دابا غندهنها قطرات من الزيت، غنعملها معلقة الزيت ونخليها ترتاح. كنخليها ترتاح تقريبا ربع ساعة. غنغطيها بمنديل ونخليها حتى ترتاح ونرجع معكم. من بعد ما رتحت العجينة، هذا هو القوام ديالها. غنقسم العجينة على 5، غنعمل 5 الخبيزات صغارين. غنقسمها إلى قطع متساوية، من 5 لقطع متساوية. بعد غنكورهم بهذه الطريقة هذه، بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا الخبيزات صغارين. كنعملو في الدقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو. صافي كنستمر حتى كنكور هاد 5 القطع اللي عندي، وكنعملهم في دقيق القمح الكامل، كنخليهم يرتاحوا تقريبا 5 دقائق باش كيسهل لي انني نقرصهم. صافي نخليهم 5 دقائق يرتاحوا. بعد ما كيرتاحوا 5 دقائق غنعملهم في الصينية. هاد الصينية دهنتها بقليل من الزيت، حبيتو تفرشوا ورق الزبدة، حبيتو دهنوها بالزيت. كنعملهم في الصينية، كنعمل خبيزات في الصينية وكنقرصهم في الصينية بهاد الطريقة هادي. هاد الصينية هزت لي 3 الخبيزات، وجوج غنعملهم في صينية أخرى. كنقرصهم كنخليهم ما كنقرصهمش باش رقاقين بزاف، كنخليهم غلاطين شوية. هنايا عملت 2 الخبيزات، حين كنقرصهم كنخليهم عاليين شوية، ما كنقرصهمش رقاقين. صافي دابا غنغطيهم بمنديل، غنغطي هاد الخبيزات ونخليهم يختمروا. بعد ما كيختمروا هاد الخبيزات كنعمل لهم ثقب في الوسط، وكنعملهم في الفران اللي سخنته من قبل على درجة عالية، على أقصى درجة حتى كيسخن الفران مزيان. كنشعلو من تحت ومن فوق. عاد كندخل الخبز الطيب. من بعد ما طابت الخبز، هذا هو الشكل ديالها كيف جات، كتجي محمرة كما كتشوفوا. خليتها حتى تحمرت. غنقطع معاكم، هي باقا سخونة.
هذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفة، طريقة سهلة في عجينة هاد الخبز. كنتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، خليتكم على خير، وإلى فيديو آخر مع شيوة أخرى في شيوات رمزية.